ما تقلقش، لان الكتاب ده ما كانش اصلي. وطبعا بما ان انت اتضايقت وزعلت ان في كتاب اتقطع، فواضح ان انت بتهتم بالكتب جدا، فلازم تهتم بالمصدر اللي انت بتشتري منه الكتب. وده هيودينا لنقطة انا ليه اجيب كتاب اصلي ويكون غالي جدا. اول حاجة ان الموضوع ده بيخلي ان الفلوس اللي جاية من بيع الكتاب ما توصلش للكاتب ودار النشر. ليه برضو؟ ما انا ممكن برضو اشتري الكوبي. ده هيضايقني فيه. هقولك ان دار الافتاء نفسها حرمت شراء وبيع الكتب دي، لان ده نوع من انواع السرقه. طيب هتقولي ان انت مش هتشتري كوبي تاني بس الاصلي غالي، يعني انا بطل قرايه؟ هقولك لا. عندك 4 حلول. اولهم ان انت تجيب كتاب واحد ولما تخلصه تحوش وتجيب التاني. بما ان الاختيار الاول صعب على الناس اللي بتحب القرايه كتير، فعندك اختيار تاني، تشترك مع مجموعه من صحابك وتشتروا كتب، والكتب دي اللي يخلصها يسلفها للتاني. طيب انت دلوقتي ما عجبكش اول حلين، عندك الحل التالت وهو ان انت تشتري كتب مستعملة بس تكون أصلية. فعندك كذا مكتبة بيبيعوا كتب مستعملة، ومنهم مكتبة أونلاين اسمها أوبا. الحل الرابع وهو إن أنت تشترك في تطبيق واخد حقوق نشر الكتاب. وفي الأول وفي الآخر هقولك إن أنت الاختيار في إيدك، بس لازم تعرف إن في كتاب كتير بيبطلوا يكتبوا بسبب سرقة أعمالهم.